مساء الخير على متابعينا، حلقة جديدة من برنامجكم أنا والناس. تعالى نرجع بالزمن شوية قبل ما كانت الكهرباء موجودة وقبل ما اللمبة بالنسبة لنا حاجة عادية. كان في بطل هو اللي بينور حياتنا اسمه الفانوس. تعالى نعرف حكاية الفانوس النهاردة بعد الفاصل. النهاردة هنتكلم عن موضوع الفانوس. الفانوس في الأساس هي كلمة يونانية مش عربية، أصلها وسيلة الإضاءة، بقينا نستخدمها كجزء من حياتنا. الفانوس بيستخدموه من آلاف السنين، من أيام الحضارة الفراعنة. كان المصريين القدماء بيستخدموا فانوس عبارة عن شعلة فيها زيت بينوروا بيها المعابد والطرق. بعد كده اتطور بقى وعاء فيه فتيل وجواه زيت بيشعلوا الفتيل علشان ينوروا بيه الاماكن اللي حوالين منهم. بعد كده اتطور في العصر الحضاره الاسلاميه في الشوارع والمساجد، بقى جوه الفانوس شمعه او جواه زيت زيتون. تعالوا بقى نعرف حكايه ان الفانوس ايه اللي خلاه يرتبط بشهر رمضان. تعالوا بقى احكي لكم. ايام الدوله الفاطميه وساعة ما جه الخليفة المعز الدين يدخل مصر، فخرجوا الناس في الشوارع يقابلوه بالفوانيس. كان بالليل علشان ينوروا له الطريق، ومن ساعتها بقى الفوانيس رمز للبهجة والاستقبال، ومن هنا ارتبط الفوانيس بشهر رمضان الكريم. اتطور الفانوس من زيت لشمع لجاز لكمان بقى فانوس بالكهرباء وكمان بيغني. رغم التطور الكبير لكن ما زال الفانوس مرتبط بالروح بتاعته ومرتبط برمز السعادة والبهجة والسرور. الفكرة كلها مش في الفانوس، الفكرة كلها ان الفانوس بيمثل شكل حضارة وفرحة شعوب. وفي اخر الحلقة حابب اقول لكل مشاهدينا ان اجمل نور مش هو نور الفانوس، اجمل نور هو نور طاعة ربنا. ربنا بيقول في كتابه العزيز: الله نور السماوات والارض. صدق الله العظيم. يا ريت كلنا ننور قلوبنا وبيوتنا بنور ربنا من خلال الصوم والصيام والزكاة وصلة الأرحام وجبر الخواطر. جبر الخواطر على الله. وبكده خلصت حلقتنا، واستنونا في حلقة جديدة ببرنامجكم أنا والناس على قناة قلب الحدث مع حسام حسن. سلام.